كل شيء مختلف هذه الليلة، الأضواء والأصوات وحتى أنفاس اللاعبين، في ليلة تهبط بثقلها على صدور العاشقين، وفي لحظة خارجة عن الزمان تكتب على هامش التاريخ وتروى للأجيال بلهفة وانبهار. في ركن من الملعب يقف لويس إنريكي، رجلا لا يبتسم كثيرا لكنه يخطط بابتسامة باردة، ومن جهة العشب يركض ديمبلي كأنه لا ينتمي لهذا العالم، رجل جعل من الفوضى فنا ومن المراوغة سلاحا لا يرد. الليلة إن نجح ديمبلي فقد لا يصبح نجما في أعين الجماهير، بل مرشحا واقعيا للكرة الذهبية. نعم، إنها ليلته، وإن مر منها كما يريد سيصنع التاريخ بشفراته الخاصة. لكن على الجانب الآخر لا أحد ينسى من هو مدريد، النادي الذي لا يسقط بسهولة. في هذا الموسم الرمادي حيث تتلاشى الأحلام وتخبو النيران، لا يملك الأبيض إلا فرصة واحدة، أما أن ينقذ موسمه أو يختم عليه بلقب الصفر الكبير. وهنا يأتي الرجل العائد من أعماق ذاكرة الجماهير، تشابي ألونسو. حين يخذلك الجميع تذكر أن الأبيض لا يموت، بل ينهض من تحت الرماد ليحرق من استهان به. الليلة ليست مجرد 90 دقيقة، إنها معركة بين الفكر والشغف وبين الماضي والمستقبل. إن فاز باريس سيكتب إنريكي المجد، وسيقترب ديمبلي من الحلم الكبير. وإن انتصر مدريد سيقال أن تشابي أعاد الهيبة وأن الأبيض ما زال ملك اللعبة. الليلة ليست مجرد مباراة، إنها قصة تكتب الآن، ومن لا يحضر نهايتها يفوت درسا في الحياة.